اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مين فيكم فاض منه شوية رقاق مكسرين بعد العيد بقى يا جماعة؟ هنرميهم؟ لا مش هنرميهم، هنعمل بيهم أحلى صينية حلوة في منتهى الجمال. قاعدين بالليل أنا وولادي وسهرانين، وأبا قامت في دماغهم هوبا عايزين ياكلوا حاجة حلوة. اسكت؟ لا ما اسكتش، رحت قايمه جري لقيت عندي بقى شويه رقاق بقى ايه فايضين مكسرين من العيد. قلت لهم تعالوا وتعالوا شوفوا انا عملتهم ازاي باللبن والسكر. حاجه كده كانت سكر يا سكر يلي ربنا يحلي ايامك كلها. معايا معلقتين سمنه بلدي، ورحت نازله عليهم بكوبايه لبن سخنه. انزلي عليهم بكوبايه لبن سخنه وبتاع معلقتين سكر خلاص. وقلبي بقى كله، انا كانت السمنه في التلاجة عندي لحد ما هي ما تفكك معاكي. وبعد كده هحط ذره فانيليا اهي عشان يشموا الروايح بقى. وانا بسويها كده اهو كانت تحفه يا جماعه، كانت في منتهى الجمال. اوعي ترمي شويه الروايح اللي فايضين عندك من العيد. تعالي نعمل بيهم صينيه رقاق باللبن والسكر، كانت حكايه وروايه يا جماعه. احسن ما تروحي تشتريها من بره، زي الفطير بالظبط ابو سكر، بس ده رقاق بالسكر. دهنت بقى ايه الصينيه بتاعتي كده سمنه، وطبعا قلبت اللبن بالسكر بالفانيليا هنا اهوت بمعلقتين السمن. طيب هجيب بقى الرقاق بتاعي، هتلاقيه متكسر ومتبهدل، هرميه ابدا. هعملهم احلى صينيه باللبن والسكر. واسقي بقى الرقاق واللبن سخن عشان يطر الرقاق معاكي اهو باللبن كده والسكر. ورصي بقى، هي مش هتبان متكسره مش متكسره، مش هتبان خالص ولا يشغلك الموضوع ده. اهو هترصي واحده جنب واحده كده اهو، هتبصي تلاقي الصينيه عندك اتستفت واترصصت زيه زي الرقاق ابو لحمه. بس احنا مش هنحط لحمه، وبدل الشوربه هنحط سكر ولبن يا جماعه. وكان طعمها حكايه بجد، كانت حكايه وروايه، كان طعمها حلو جدا. عايزه اقول لكم بنتي كانت مبسوطه منها جدا. وبعدين انا حطيت معلقتين سكر عشان لما تخلص يا جماعه. شوفوا انا هعمل تركايه حلوه قوي. وممكن تحطي عليها عسل، ممكن تحطي عليها بعد ما تخلص بقى وتيجي تقدميها سكر بودر، براحتك خالص، دي حريتك الشخصيه. هنا بقى انا ايه بستف في الرقاق المكسر كده اهو، واحده جنب واحده جنب واحده، وما شاء الله طلعت في منتهى الجمال. كان عندي واحده سليمه او اتنين كده، هم دول اللي رحت ايه حطاهم على الوش اهو، ولا بيبان تكسير ولا اي حاجه، في منتهى الجمال. واسقي بقى ما بين كل رق وراق اسقي لبن وسمنه وسكر، اسقي لبن وسمنه وسكر. طبعا انا مش مكتره السكر يا جماعه، انا حاطه معلقتين بس، والصينيه هتبقى عايزه اكتر من كده. ممكن انت بقى في الاخر برضو خليكي معايا للاخر واقول لك هتعملي ايه. عايزه تحبي تحطي عسل حطي، تحطي عندك عسل ابيض حطي، عايزه تحطي سكر بودر حطي، براحتك خالص اهي. ودي واحده كانت سليمه حطيتها، ورشيت برضو لبن وسكر كده اهو اهو. وبعد كده في اخر واحده اهو، عشان كان باقي اللي تحت ده حبه مكسرين كده برضو بلتهم وحطيتهم. ودي اخر واحده بقى هرشرش عليها حطيتها اهي، ولا باين بقى انه متكسر ولا مش متكسر ولا اي حاجه. اوعي ترمي شويه الرقاق اللي فايضين عندك، اعملهم بالسكر واللبن لاولادك وبالسمنه. طعمها كان حكايه اكنها فطيره جايه من عند الفطاطري. هنا بقى انا سويتها نص سوا كده اهوت. وهنا قشطه بقى بتاعت اللبن يا جماعه، وانزلي عليها كده اهوت بحبه سكر و اهو وحبه لبن، وروحي نازله بيهم اهم 3 4 معالق سكر، حسب بقى ما انتوا بتحبوها مسكره قوي زودي، بتحبوها مظبوطه لا يعني حسب ما انتي بتحبيها. وحطيت حبه لبن وسكر والقشطه، ورشرشي بقى على الوش وتفرجي القشطه فوق الوش هتعمل ايه يا جماعه، هتوديها في مكان تاني اهو. ولو حسيتي ان هي دلعه بعد ما تستوي وتخلص خالص، انا بصراحه بتاعتي كانت دلعه شويه، بقيت احط عليها عسل ابيض للولاد، كان طعمها حكايه مع العسل كمان اهو. طبعا انا سويتها من تحت ورشرشت كده لما هي ابتدت تخش في السوا، ودخليها بقى تحت الشوايه وعينك عليها وتفرجي الجمال. وبعد ما فردت القشطه بقى واللبن والسكر، هنا بقى خرجت حته صينيه رقاق باللبن والسكر يا جماعه، ملهاش حل، تحفه 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 تحفه. اللهم بارك، والف هنا وشفا على اللي كل، والف هنا وشوف على اللي هيعمل على طريق الزوزو. بدل ما تروح نشتري فطير بالسكر بشيء وشويات، عندنا الرقاق باللبن والسكر والسمنه اهو. رشرشي حبه سكر بودر لو دلعه، حطي شويه عسل. المهم هتلاقوا حاجه حلوه تاكلوها بالليل، يلي ربنا يحلي ايامك انت وهي. يلا يا ست البنات لايك وشيروا الفيديو، واترككم في رعايه الله وامانه.